السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض السمك المقلي المقرمش بطريقة المطاعم. اخد قرمشة حلوة جدا من برا، وكمان طعمه جميل جدا من جوه. كمان حضرت معايا رز صيادية اللي هو رز السمك، وده كده بيكون شكله معايا. ده تسويت كده السمك معايا من جوه، قد إيه مستوي السوا المضبوط. تعالوا مع بعض ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله وندخل على وصفتنا النهاردة. أنا النهاردة معايا كده 2 كيلو من السمك البلطي. نقدر كمان إن احنا نعمل الوصفة دي بأي نوع سمك موجود عندنا. نضفت السمك من برا ومن جوا وبقى معايا زي الفل. في الوقت ده كده هبدأ إن أنا آخد كده واحدة سمك وأبدأ كده على البلانشة، وأبدأ إن أنا أعمل لها كده فتحات علشان كده تشرب من التتبيلة من جوه. وطبعًا عدد الفتحات قد السمكة كده معانا قد إيه، يعني لو أكبر من دي هنعمل فيها فتحات أكتر. في الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نحضّر التتبيلة. في طبق معايا نزلت ب2 معلقة من التوم المفروم، نزلت عليهم بمعلقة ونُص من الكمون، نزلت كمان ب2 معلقة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة من الفلفل الأسود، وهانزل كمان ب2 معلقة كده من الكركم، وكمان نزلت ب2 معلقة من الملح الأبيض، نزلت كمان ب6 معالق من الليمون، عصير الليمون. وبدأت كده إن أنا أقلِّب كويس جدًا المكونات كده مع بعضها. وفي الوقت ده كده تعالوا يالّا مع بعض نضيف آخر مكون معايا، وهو 6 معالق برضه من الخل الأبيض. في الوقت ده كده قلِّبت معايا كده المكونات بتاعتي كويس جدًا، وفي الوقت ده كده يبقى التتبيلة بتاعتي جاهزة. في الوقت ده نبدأ إن إحنا نتبِّل السمك بتاعنا. في بولة معايا هابدأ إن أنا أنزل كده ب2 وحدة من السمك. أخدتهم كده نزلت بجزء من التتبيلة، بدأت كده إن أنا أتبّلهم كده من برّه ومن جوّه، وما نسيتش الفتحات كمان. طبعًا ما نزلناش كده بالتتبيلة على السمك كلّه، علشان نضمن كده إن التتبيلة بتاعتنا الجميلة وصلت كده لكل جزء كده في السمكة بتاعتنا. في الوقت ده كده هاخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة. تعالوا يالّا مع بعض كده نتكلم عن التتبيلة بتاعتنا الجميلة، والبهارات اللي إحنا استخدمناها فيها. أنا استخدمت فيها كمون وكزبرة. بدأت كده إن أنا أحمّصهم كده على النار، وبعدين طحنتهم على طول. وأول كده ما طحنتهم بدأت إن أنا أستخدمهم في التتبيلة. ده طبعًا بيدّي طعم جميل جدًا للسمك بتاعي. وكمان عملت الكزبرة، حمّصتها كده كويس جدًا على النار في مقلاية ما فيهاش أي مادة دهنية، وبعدين طحنتها. وده بتدّينا كده طعم جميل جدًا للتتبيلة وللسمك كمان. في الوقت ده كده بدأت كده تبِّلت السمكة حوالي 5 دقايق، وبدأت كده بعد 5 دقايق بدأت كده إن أنا أشيل أي كده بقايا عليه، وعلشان طبعًا يبقى سمك كده معايا زي الفل. وطبعًا في الوقت ده كده التتبيلة مش بنغيّب كده السمك فيها، علشان طبعًا مش زي اللحمة والفراخ بياخد وقت طويل. هو 5 دقايق كفاية جدًا على السمك، هيكون كده شرب من التتبيلة ويكون طعمه جميل. فبايركس معايا بدأت إن أنا أنزل بكوباية ونُص من الدقيق، نزلت عليهم برشة من الفلفل الأسود، رشة كده من الكزبرة الناشفة، ورشة من الكمون، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من الكركم، و2 معلقة من نشا الذرة. قلّبت كده المكونات مع بعض كويس جدًا لحد كده ما كلّها تتجانس كده مع بعضها. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل بالمَيّة. معايا كده كوباية من المَيّة، هابدأ كده إن أنا أنزل بيها على الخليط ده، هانزل بيها كده كلّها، وأبدأ كده إن أنا أقلّب كده بالمضرب السلك، زي ما حضرتِك كده شايفة معايا، لحد كده أمّا كل المكونات كده تتجانس كده مع بعضها. في الوقت ده كده أنا لاحظت إن لسه المكونات بتاعتي محتاجة سوايل، فبدأت كده إن أجيب كوباية تانية ونزلت بنُصّها. وطبعًا ممكن تاخد أكتر من كده، هي أخدت معايا حوالي كوبايتين كده إلّا 2 معلقة كبيرة. أنا عايزاه كده زي خليط الكريب. وطبعًا هاوريكِ قوام كده الخليط بتاعي، لإن طبعًا لو أتقل من كده مش هتمسك على السمك بتاعي، ولو أخف من كده مش هتاخد كده السمك معايا طبقة حلوة. في الوقت ده كده ده بيكون كده القوام بتاعي.
أخدت معايا كده سوايل حوالي كده 2 كوباية من المَيّة بمَج الشاي العادي اللي سعته 200 جرام. في الوقت ده كده أنا نسيت الملح الأبيض، فبدأت إن أنا أضيفه في الوقت ده، اديتها تقليبة معايا كده زي الفل. في الوقت ده كده في بايركس تاني نزلت بكوباية من الدقيق، نزلت عليهم كده ب2 معلقة من النشا، وبدأت كده إن أنا أقلبهم. ودي المكونات بتاعتي بس، مش هانزل كده بأي إضافة تانية. أخدت كده وحدة السمك بتاعي وبدأت كده إن أنا أغلفها في خليط الدقيق والنشا زي ما حضرتك كده شايفة، وبنبدأ كده إن إحنا نضغط بإيدينا ونخلي كده السمكة كلها كده تتغلف بيها. في الوقت ده كده بنبدأ إن إحنا ننضف آسفة ننفضها كويس، وبعدين ننزل بيها كده في الخليط اللي إحنا عملناه. وطبعًا بالمعلقة كده نبدأ إن إحنا نشيل كده من التشريبة دي بتاعة السمك أو الخلطة بتاعة السمك، ونبدأ كده إن إحنا نحط عليها. وطبعًا لمّا بنيجي كده نشيل السمكة بتاعتنا، طبعًا من الجهة التانية باكون كده مش آخدة كده تشريبة كفاية، فنبدأ كده بعد ما نشيلها إن إحنا كده نضيف لها جزء من التتبيلة أو آسفة التشريبة اللي هي إحنا هنعمل فيها السمك قبل ما نقليه. في الوقت ده كده نزلت كده بالسمك بتاعي في زيت ساخن، وطبعًا درجة الحرارة عليه تكون درجة حرارة متوسطة، علشان طبعًا السمك يستوي من برّه ومن جوّه. في الوقت ده كده أخدت واحدة كمان من السمك، وبدأت كده إن أنا أغلفها كده بخليط الدقيق والنشا. أول كده ما اتغلفت معايا كويس جدًا، بدأت كده إن أنا أنزّل كده منها الدقيق الزيادة، وبدأت كده إن أنا أحط كده السمكة بتاعتي كده في التشريبة دي، وأبدأ برضه إن أنا أعمل فيها نفس الخطوة الأولانية بالشكل ده. وطبعًا بننزّلها كده الزيت، وطبعًا لازم تكون كده كلّها شايلة كده من التشريبة الجميلة، علشان تدّينا لون جميل وقرمشة أجمل. في الوقت ده كده نزلت كده بالسمكة التانية، وزي ما قُلت لحضرتك النار معايا في الوقت ده متوسطة. أنا سخّنت الزيت كويس جدًا وهدّيتها للنار المتوسطة. في الوقت ده كده طبعًا إحنا مش بنستناها لمّا تاخد التحميرة الكاملة من على الجهة الأولى علشان نقلبها على الجهة التانية، لأ، إحنا أول ما بتتشمّع معايا بنبدأ إن إحنا نقلبها، وبنتنّنا كده نقلبها من على الجهة الأولى للجهة التانية لحد كده ما بتاخد اللون الجميل. أول كده ما بتاخد اللون زي ما حضرتِك كده شايفة معايا، بابدأ كده إن أنا أخرّجها على طول. وطبعًا مش بنحطها على مناديل، بنحطها كده على شبكة لحد كده ما تصفّي الزيت الزيادة. وطبعًا علشان التسوية تكون معايا مضبوطة، بمصفى كده بابدأ إن أنا أصفّي الزيت ومن أي شوايب موجودة فيها، وهاكمّل الكمية كلّها بنفس الطريقة. تعالوا يالّا مع بعض نعمل رز الصيادية. معايا معلقة من السمنة، نزلت بيها كده في الحلة مع شوية كده من الزيت، ونزلت كده ب2 حبّة بصل متقطّعة كده مكعبات صغيّرة. في الوقت ده كده ومع التقليب المستمر لحد كده ما أخد معايا اللون البني، وطبعًا أخد معايا لون موحّد علشان طبعًا التقليب المستمر. أول كده ما بيوصل كده للون البني بابدأ كده إن أنا أنزل بالمَيّة، نزلت كده بلتر من المَيّة. في الوقت ده كده نزلت كده ب2 معلقة كبيرة من الصلصة، نزلت كده برشة من الكزبرة الناشفة، رشة من الكمون، رشة كمان من الفلفل الأسود، وكمان الملح الأبيض. قلبتهم كده مع بعض كويس جدًا لحد ما غليوا، وبدأت إن أنا أنزل بكيلو من الرز. وفي الوقت ده كده اديتها تقليبة كده مع بعضها، وهابدأ في الوقت ده إن أنا أغطيها وأسيبها معايا على نار عالية لحد كده ما المَيّة اللي عليها دي تنشف. أول كده ما تنشف بابدأ إن أنا أهدّي النار وأديها تقليبة. وطبعًا في الوقت ده كده الرز معايا مستوي حوالي 80%، هاسيبه كده معايا على نار هادية لحد ما يكمّل تسوية. وطبعًا في الوقت ده ألذ طريقة تعملي بيها الرز الصيادية، بدون استخدام صويا صوص ولا أي حاجة، وهيبقى معاكِ زي الفل، وهتعتمديه على طول. ده شكل الرز كده بعد ما خلص بدأت إن أنا أقدّمه، وده شكل السمك كمان خلص معايا وبقى زي الفل، وده كده بيكون شكله. شايفين قد إيه أخد قرمشة حلوة جدًا من برّه؟
جميل جدًا. تعالوا يالّا مع بعض كده نشوف الرز بتاعنا قد إيه مفلفل، الحبّاية بحبّايتها آخد لون جميل، ما شاء الله اللهم بارك جميل جدًا. إن شاء الله لو جرّبتيه بنفس الطريقة هتعتمديه على طول. ده كده بيكون شكله معايا. تعالوا يالّا مع بعض كده نشوف تسوية السمك معايا. السمك طبعًا آخد طبقة قرمشة حلوة، ده شكله كده من جوّه ما شاء الله مستوي السوا المضبوط. ده بيكون كده شكله، وطبعًا هنقرّبه كده من الكاميرا. أتمنى إن أنتم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتسيبوا لي رأيكم في التعليقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.